السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ أول كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. عايزين بقى النهاردة كل حبايبي اللي بيحبوا البتنجان المخلل والمخللات عامة يجمعوا معايا النهاردة في الفيديو ده، وبقلب جامد هعمل لكم طريقة بتنجان. بصوا، البني ادم لما بيحب حاجه، يعني لما بتحبي تاكلي حاجه فبتفضلي تعملي الوصفات لغايه ما توصلي للوصفه المعتمده اللي خلاص بقى تمشي عليها على طول. فوصفه البتنجان اللي عاملاها النهارده دي باذن الله ان شاء الله هتعتمدوها وهتحبوها جدا جدا. النهارده هنعمله بطريقه جميله جدا وسهله، ولا هنقلي ولا هنشوي، هنعمله بطريقه جميله قوي. وهنعمل خلطه دقه، حاجه كده عسل. نبدأ مع بعض. أول حاجة هنا البتنجان بتاعي بتنجان عروس. أنا بحب أجيبه الحجم ده. بصوا، بتنجانة يعني صغننة. بصوا قد إيه البتنجان الصغير ده بيبقى حلو قوي في التخليل، بيبقى جميل. أنا بغسله كويس. وهنا مش بنقطع الراس دي، لا بنلف القمع. اسمها ايه اللي فوق؟ بنشيلها. الراس اللي فوق دي بنلفها كده ونشيلها. انا كنت عايز اسيب واحده اوريها لكم، بس بصراحه نسيت، مش عارفه. كنت سايبه واحده مش عارفه راحت فين. كنت عايزه اوريكم يعني ازاي انا بشيل الحته اللي فوق دي. بصوا، بنلف اللي هي الراس اللي بتبقى هنا. شعر الراس ولا قمع ولا بيسموها ايه. بتلفيها كده وتشيليها وتخلي الحته دي زي ما هي، مش بنشيلها بالسكينه. عشان ساعات كنا احنا بنعملها بنشيلها بالسكينه ونفتحه ونقلي. لا، الطريقه دي غير. ان شاء الله باذن الله هتعتمديها وهتعجبك جدا. يلا نشوف هنعمل مع بعض اول حاجه ايه. اول حاجه هنا عندنا مولعين على حله ميه، حاطين فيها ميه بقى على قد كميه البتنجان اللي معاكي. حط عليها معلقه صغيره من الباربيكيا. باربيكيا بتدي لون حلو قوي لميه البتنجان. واحط كمان رشه من الكمون، رشه بسيطه بس كده اهو. وبعدين هننزل بقى بالبتنجان بتاعنا. بصوا بقى، حطينا البتنجان بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البتنجان بتاعنا عشان خفيف فبيفضل ايه، هايش يعني وطالع على الوش كده. فاحنا بنغطي الحله كويس ونسيبه هو بيستوي برده اللي فوق ده على البخار. طبعا ما بنسيبوش كتير، يعني هو حاجه بسيطه 10 دقايق بس. يعني ايه، يبدأ يدخل في السوا. برضو مش هنطلعه نص سوا، يدخل في السوا. لان نص السوا بصراحة انا جربته، مفيش حاجة اسمها لما بتسيبيه بيكمل تخليله في الدقة، لا بأمانة ما بتحصلش يعني. فهو بيبقى دخل في السوا فبنشيله. هوريكم برضو بيبقى ازاي. هنغطي بقى الحلة ونسيبه مع نفسه كده 10 دقايق. هنقول بقى الخلطة اللي هنجهزها قبل ما البتنجان بتاعنا يتسلق مع نفسه. وعلى فكرة الناس اللي هتقول البتنجان المسلوق ما بيطلعش حلو وبيبقى مش زي المقلي، انا كنت بقول زيكم كده برضو، واقعد اقول لا البتنجان المقلي لا ما فيش زيه، لا ده المسلوق ده مش عارفه. لا بس انا بصراحه لما جربت المسلوق احلى بكتير من المقلي. سالوني انا واحده بتموت في حاجه اسمها بتنجان مخلل. بتنجان المخلل ده طبعا من الحاجات اللي بتمشي جنب اي اكله بتعمليها. بتحس ان هو بيخلي اي اكله كده ليها طعم، بيفتح نفسك. هنعمل مع بعض بقى النهارده الدقه. مجهزه لها ايه بقى؟ قرن فلفل رومي وحته من فلفل الوان احمر. وعندي هنا هريسه هحط منها برضو معلقه، وتوم معلقه كبيره، وكمان فلفل حراق. هتقولي حراق انت عاملاه والولاد هقول لكم ما بياكلوش. نقطعه كده ونضرب كل الكلام ده في الكبه. ماشي، هننزل قرن الفلفل ده كمان. وانزل، انا هستكفي بواحد علشان الهريسه اصلا حرقه، وكمان التوم اهو. تمام تمام. هنضرب بقى دول في الكبه كده مع بعض.
نضربه مع بعض في الكبه اهو. اهمت شايفين، حابين تنعموها كمان عن كده. ولا هي ريحتها اصلا ريحتها تحفه كده اساسا، مش محتاجه حاجه والله. بس نضربها مره كمان. بسم الله. بس تمام قوي كده. هنا بقى انا مجهزه لها ايه، مجهزه طبعا معلقه صغيره من الكمون تكون مليانه، رشه من الباربيكيا والملح بتاعي، وكمان ربع معلقه كده من الكزبره، ورشه من فلفل اسود. هننزل بقى بكل البهارات دي هنا كده ونديها تقليبه. نديها تقليبه برده في الكبه قبل ما ننزلها في الطبق. بس هنفضيها بقى في الطبق اللي هنشتغل فيه. هنا بقى عندي هحط كده معلقه من الزيت، وهحط كمان معلقتين كبار من الخل، وعندي كمان عصير ليمونتين كبار، او لو ليمون صغير بقى بتحط 4. نعصرهم بقى على الدقة. وهنا عصرنا الليمون كله على الدقة بتاعتنا اهي. هنقلب بقى كويس. عايزه اقول لكم يا بنات اصلا هي كده ريحتها بجد الله اكبر، ريحتها تحفه. تمام قوي كده. البتنجان بتاعي هنا وانا طلعته، بصوا شايفين، بصوا البتنجانيه ماسكه نفسها ولا مهريه ولا اي حاجه اهو، مستويه وزي الفل اهو. هتبرد بس معانا شويه وبعد كده نخلله على طول ان شاء الله نشتغل فيه بقى. بصوا بقى يا بنات البتنجان معايا برد شويه، فانا بدات بقى انا افتح فيه. هو بمنتهى السهوله بيتفتح، كنت تفتحيه بمعلقه او بسكينه رفيعه زي كده اهو. بصوا اهو اهو، بصوا شايفين قلبه من جوه ابيض ولا اسود ولا تهرة ولا اي حاجه اهو. انا فتحته طبعا كله عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. كده فتحناه بقى كلها، كل الكميه فتحتها وجهزتها اهي. بس يا بنات بقى فتحناه كله. دلوقتي بقى هنخليه على طول، ما بياخدش وقت. ممكن تعمليه مثلا كل اول اسبوع، هيقعد معاكي الاسبوع كله، هيقعد معاكي اسبوعين زي ما يقعد. الطريقه اللي احنا عاملينها هنعمل كمان تشريبه كده ليه، هتخليه يفضل متخلل مش هيحصل له اي حاجه. هناخد بقى دلوقتي معلقه كده صغيره. اهم حاجه تكون علبه طبعا مقفوله عشان هنقفلها عليه، تكون محكمه الغلق، وكمان تكون نضيفه جدا وما يكونش فيها ميه خالص. هناخد بقى اهو بتنجانيه كده نفتحها، وناخد بقى من الدقه الجميله اللي احنا عاملينها دي اهي، ونحشي ونرص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه اهو ونرص
زي ما انا بقولك بقى ممكن تعمليه مثلا كل اول اسبوع، هيقعد معاك الاسبوع كله، تاكليه جنب فطار، جنب شويه عدس، شويه بطاطس محمره، تحفه جنب اي حاجه. هو بيفتح نفسك على اي حاجه عايز تاكليها اصلا، اي حاجه عايز تاكليها حبه البتنجان دول يفتحوا نفسك. هنكمل بقى بقيه الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى يا بنات خللت كل كميه البتنجان، شايفين طبعا شكله الله اكبر ما شاء الله يفتح النفس بامانه. هنا بقى دي شويه الصوص اللي كانوا نازلين كده من بقيه الدقه اللي احنا كنا عاملينها. هنشوف دلوقتي هنعمل بيها ايه مع الميه اللي احنا غلينا بيها البتنجان اللي كنا حاطين فيها الباربيكيا والكمون. هنشوف برضو هنعمل فيها ايه. جهزنا ايه بقى معانا. حط بقى بتنجان على جنب كده. معايا هنا شويه الميه اهمت، خدت حبه من الميه اللي احنا سلقين فيها البتنجان اللي بالباربيكيا والكمون. وعندي هنا الخلطه اللي كانت باقيه مني من البتنجان من بقيه دقه اللي احنا خللناه فيها، وقطعت عليهم كده شريحتين من الليمون، وهنزل عليهم بكمان رشه كده تاني حوالي ربع معلقه كده من الملح اهي. حطيت كمان رشه من الكزبره ورشه من الكمون. هنزل بقى كل الحاجات دي هنا. كده احنا بنجهز المحلول اللي احنا هنحط فيه. هنسقي بالبتنجان علشان يتخلل فيه. طبعا مش عارفه اوصف لكم اصلا طعم الدقه او الخلطه او الميه اللي انا بعملها دلوقتي للبتنجان دي لوحدها بيبقى طعمها عامل ازاي لما بيتخلل مع البتنجان. وخلاص يا بنات ضربناهم اهم، بص شكلهم اصلا ما شاء الله عليه. هننزل بقى كده على البتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطيه كله اهو. بس حركه بس كده عشان اتاكد ان كله. بصوا شايفين حاجه الله اكبر ما شاء الله بجد جميل جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم ممكن تجهزوه من اول الاسبوع، من يوم السبت، من يوم الحد، او لو عايزه مثلا نفطر يوم الجمعه تجهزيه من يوم الخميس، لانه لما بيتخلل وتسيبيه على الاقل مثلا هقولك يوم واحد وتاكليه تاني يوم حاجه تحفه. او تعمليه مثلا من بالليل وتاكليه تاني يوم الصبح. لما بيقعد في المحلول بتاعه او في الخلطه بتاعته مع التتبيله اللي احنا متبلينها بيها بيتخلل بيبقى طعمه حلو قوي. فعشان كده بقولك اعمليه. لو عملتيه بقى من اول اسبوع وسبتيه هيفضل بقى كل مدى يتخلل اكتر فاكتر، هيبقى تحفه التحف. كل ما بيقعد في الخلطه كل ما بيتخلل احسن ويبقى طعمه احلى بكتير. وكده يا بنات نكون خلصنا خلاص تخليل البتنجان بتاعتنا. واخر حاجه حطيتها كده حطيت معلقه زيت على الوش عشان تحافظ لي عليه ان وشه ولونه ما يغيرش. وكده نكون وصلنا لنهايه وصفتنا النهارده. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وبجد بجد جربوها هتعجبكم ان شاء الله جدا وهتعتمدوها بعد كده على طول. وعايزه اقول لكم ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.